الكون مليان أسرار. وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا رشا سامي وأنا أمال أحمد، وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. كل سنة وحضراتكم طيبين، وحشتونا جدا جدا. رمضاننا وعيدنا وكله تمام. نرجع بقى ونغوص في بحر الفلك ونطلع من أسراره اللي ما بتخلص. وقفنا آخر مرة عند كوكب المريخ في الأبراج الترابية، وقبلها برضو شرحنا لما كان في الأبراج النارية. النهاردة معادنا مع المريخ في الأبراج الهوائية. معروف إن الأبراج الهوائية بتحب الحرية وبتكره إن حد يأيدها، أما المريخ فمعروف عنه إن هو مندفع ومتهور وعصبي جدا. تخيلوا بقى لما يجتمع الصفات دي مع الحرية، أكيد هتبقى شخصية ملهاش ملكة. شخصية متمردة وبتكره إن حد يتحكم فيها ويمشيها زي ما هو عايز، دماغ شغالة وطاقة متوهجة طول الوقت. نبدأ بأول برج من الأبراج الهوائية، الجوزاء، وده بنسميه المحارب بالكلمات. محدش يقدر عليه في الكلام، وخصوصا وقت العصبية. سريع جدا في الرد ويعرف يضرب تحت الحزام وياخد حقه بحرفنة ومعلمة. طاقته تعددية، يعني بيعمل 10 حاجات في وقت واحد بتركيز عجيب. عيبه إنه بيزهق بسرعة جدا ومعندوش صبر بجنيه. عنده فضول غريب بالمعرفة وما بيسيبش حاجة غامضة قصاده، لازم يفهمها ويفككها ويكشف خباياها واحدة واحدة. بيحب المناقشة وعنده فن الإقناع، ودي ملعبه. متسرع في قراراته العاطفية، يعني لما بيتخنق بيهرب من العلاقة وما يرجعش أبدا. معروف عنه إنه فراشة اجتماعية، والمريخ عنده بيزود الحتة دي، يخليه اجتماعي بزيادة ومتعدد العلاقات والمعارف، والناس بتبقى عايزة تخدمه بعينيها وتعمل له أي حاجة تسعده. عقله شغال وهو نايم، وده بيخليه معرض للمرض، وخصوصا المرض النفسي أو الصداع المزمن. ندخل بقى على المريخ في الميزان، وده بنسميه المحارب الدبلوماسي. طاقة الغضب عنده بتشتغل بهدوء لأنه بيكره المواجهة جدا. بيبعد عن المشاكل بالمشوار، ويحب يكبر دماغه قوي. عكس الجوزاء في قراراته، بياخد القرار في سنة، ويحب يوزن كفين الميزان. بيتوتر جدا وبسرعة ومتردد لأقصى درجة، وعقله رايح جاي مش راسي على بر. عنده حس جمالي عالي جدا، وبيبتكر لمسات جمالية بتاعته هو بتميزه عن غيره. سلاحه سحر المنطق والعقل، ولما بيتدخل في مشكلة عشان يحلها بيعرف يحلها بكياسة ودبلوماسية هايلة، بصراحة يتحسد عليها. شيك قوي ومنمق جدا، ومظهره أهم من بطنه. يعني مش مهم ياكل ايه، المهم يلبس ايه وازاي يكون رشيق ومهتم بنفسه وبأناقته، ويفضل كده يحنتف في نفسه قدام المراية. هتلاقيهم معظم بتوع مواليد الميزان اللي عندهم المريخ في المريخ جوه برج الميزان، عندهم حتة الشياكة دي، حاجة ما فيش حد ينافسهم فيها. ما بيعرفش أبدا يشتغل لوحده، ولازم يشرك الناس في قراراته، ياخد رأي الناس في شغله لأنه متردد قوي زي ما قلنا. يلا بينا ندخل على برج الدلو ونشوف المريخ عنده مخليه عامل ازاي. المريخ عند الدلو بيوجهه ناحية التمرد والاستقلالية، ما بيحبش يكون تابع لحد وماشي بمبدأ سلامتك يا دماغي. شاطر قوي في التكنولوجيا والسوشيال ميديا. بارد قوي وقت الغضب، يعني بيقعد كده انت تكون بتخبط دماغك في الحيط وهو بيبصلك زي ما يكون مش عارف انت بتعمل ايه. وفي المشاكل بيفضل ساكت وبيبان رد فعله بعدها بانه بينفصل عنك طاقيا ونفسيا وجسديا. طاقته غير متوقعة، يعني ممكن يقعد شهور كسلان، وفي يوم وليلة يهد الدنيا ويعدلها. محدش يتوقعه ابدا ولا يعرف رد فعله. من الاخر كده اوعى تقول انك فاهمه او عارف ممكن يتصرف ازاي، لانه هيفاجئك باللي عمرك ما كان يخطر في يوم على بالك. مش عاطفي خالص، العقل عنده هو الراجح، والدفة في ايد عقله مش قلبه. بيحب يقود المظاهرات والأحزاب السياسية، وبيحط طاقته في الأنشطة المجتمعية أكتر حاجة، زي جمع التبرعات وتأسيس الجمعيات الخيرية، وبيحب يساعد كل محتاج. كده احنا خلصنا كلام عن المريخ في الأبراج الهوائية.